السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا دايما يا رب. هنعمل النهاردة الكفتة الاقتصادية من غير لحمة ولا فراخ. بتقولي ايه يا سمية؟ ايوه، من غير لحمة ولا فراخ. تابع الطريقة لاخر الفيديو هتاخدي الجمال ده كله، بجد خطيرة وطعمها جميل. حتى لو محطتهاش في الصلصة وبرضو اكلتوها وهي متحمرة كده زي كفتة الرز هتاكلوها وطعمة جدا. شايفين؟ بجد جميلة جدا مع شوية رز ابيض بقى كده وشوية سلطة او مخلل وبتبقى مية مية. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. هنستخدم معايا 3 حبات من البطاطس الوسط او حبايتين كبار. هقطعهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده، طبعا متقشرة ومغسولة وزي الفل. قطعيها قد بعض عشان تستوي مع بعض وتستوي بسرعة. هجيب حلة بقى واحطها فيها، وهحط رشة من الملح، وهجيب اغطيها بالمية وارفعها على النار لغاية ما تستلق. انا عايزاها مسلوقة كويس اهي. هجيب بقى بصلتين كبار كده واحطهم في قلب الكبة بتاعتي او المفرمة، ومعاها خضار طبعا مشكل، بقدونس وكزبرة اهو، ربطتين حلوين كده. وهجيب كمان حتة توم، نص معلقة توم. انا ما بحبش ازود التوم قوي يا جماعة عشان القولون. وهعمل بقى افرمها كويس جدا. بعد ما اتفرمت كويس اهي، هجيب البطاطس المسلوقة اللي انا سلقتها بعد ما تبرد وهنزل بيها على الخضار. يعني انت تسلقيها وسيبيها تبرد. انا استخدمتها سخنة بس هي عايزة تبرد شوية، لازم تبقى باردة. وهفرم بقى كويس جدا جدا جدا. ده قوامها اهي، شايفين عاملة ازاي؟ عاملة زي عجينة الطعمية كده. هفضيها في البولة بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين. وهجيب المكون بتاع كفتة الرز طبعا، اللي هو هجيب احط الاول البهارات بتاعتي. هحط شوية فلفل اسمر وشوية كمون وشوية بهارات وشوية كباب صيني، ولو عايزة تحطي بهارات كفتة حطي براحتك خالص. رشة شطة صغيرة خالص كده، ورشة جوز الطيب، وملح. ما تزوديش الملح قوي عشان متبقاش حادقة منك. وهجيب بقى المكون الخطير اللي مش هتفرقيها عن كفتة الرز، كيس من بهارات الكفتة المشوية الجاهزة اللي هو كنور. ده جميل جدا، بتحس ان بتاكلي كفتة بجد، فيها ريحة اللحمة وطعم اللحمة. طبعا احنا مش حاطين لحمة، احنا بنوفر اللحمة، بقت غالية دلوقتي. وهقلب البهارات كويس جدا مع الخلطة بتاعتي. وبعد كده هجيب باكو بيكنج باودر، معلقة كبيرة يعني بيكنج باودر عشان بتخليها هشة كده ومنفوشة. وهجيب بقى كوباية رز مطحون اهو. انا بجيبه رز مطحون جاهز، ممكن انتي تغسلي الرز وتنشفيه وتطحنيه كويس جدا. هجيب كوباية كمان اهي، يبقى كده كوبايتين رز مطحون. هشيل بقى المعلقة وهعجنها كويس جدا 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 بايديا. اهم خطوة دي. زي ما انتوا شايفين بقت معايا كفتة اهي. هعوز ايدي زيت بقى كده واصبعها زي ما انا عايزة، ما بتاخدش وقت خالص وطلعة جميلة جدا اهي. صبعتها كلها بقت جاهزة اهي. هروح بقى في طاسة على النار واحط فيها زيت واسخنها واحمر الكفتة بتاعتي. كفتة دي ولا مش كفتة يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ كفتة رز خطيرة. اما تتحمر هحاول اقلب بقى كده، بس لما تتحمر وتتشمع كده كويس هبدأ اقلبها لغاية ما تاخد اللون الحلو اللي احنا عارفينه بتاع الكفتة اهي. لونها بقى تحفة بجد. هبدأ اطلعها اهي، شايفين اللون؟ اطلعها على مناديل مطبخ كده واكمل آلية مقدار الكفتة اللي عندي.
على فكرة ممكن تاكليها كده طعمها حلو جدا. هجيب بقى بعد ما حمرت الكفتة هجيب معلقة توم صغيرة كده في شوية زيت في حلة على النار، واشوحهم لغاية ما يبقى لون التوم ذهبي. انتوا عارفين انا مش بحب احمر التوم قوي قوي عشان ما يمررش في الحاجة. كده تمام. هنزل عليه بعصير طماطم، واحط بقى البهارات اللي انت بتحبيها برضو على الصلصة. كمون عشان التوم طبعا، وفلفل اسود، وهتحطي برضو الملح وشوية بهارات اهو 7 بهارات، وتحطي الملح بتاعك وتسيبيها لغاية ما تبقى تتسلق. ممكن تحط لها كمان مكعب مرقة، انا بحب احط مكعب المرقة اهو. مكعب مرقة هتحطيه عليها، وتقلبي كل الحاجات الحلوة دي وتسيبيها لغاية ما تغلي وتستوي الطماطم كده اهي. كده جاهزة ومعايا الكفتة كلها متحمرة اهي. هبدأ انزل في قلب الصلصة اللي انا عملتها بالكفتة بتاعتي. ما تنسوش تزينوا التعليقات تحت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على يشفع فينا جميعا يا رب. اللهم شفع فينا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. هنزل كمية الكفتة بتاعتي كلها، وما تنسوش تقولولي بتشوفوني في اي بلد، وهل تعرفي الوصفة دي قبل كده ولا لأ، واسمها ايه عندكم في بلدكم. انا طبعا سمية من مصر، كلكم عارفين اللي متابع قناتي، انتوا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. انزل الكفتة كلها وهسيبها لغاية ما تغلي غلوتين كده وهطفي عليها. هغطيها بقى واسيبها لغاية ما تستوي. كده الكفتة معايا جاهزة اهي زي الفل، متماسكة ما فكتش ولا اي حاجة. اغرف بقى واوريكم احلى كفتة. شايفين الجمال ده؟ بجد تحفة. بألف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناة أكلة وفكرة مع سمية. استنوني واستنوا فيديوهات ووصفات وأفكار جديدة. في رعاية الله.